السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين الدعسوقة والقط الأسود بالمصري. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من الموسم الخامس، وهي بعنوان الانتقال واختيار الكوامي الجزء الأول. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا متابعة للصفحة وتشيروا الفيديو لو عجب. وبتبدأ حلقتنا مع مارينيت اللي كانت مكتئبة جدا وحزينة بعد اللي حصل في الحلقة اللي فاتت، وبتفضل حابسة نفسها في أوضتها وبترفض انها تكلم اي حد او حتى تروح المدرسه. وبتحاول اليا وادريان انهم يكلموها لكنها ما بتردش عليهم. والمدرسه بتطلب من اليا انها تدي المارينيت الواجبات بتاعتها، لكنها بتقول لادريان انه يوديهم هو. فبيفرح ادريان جدا انه هيروح يشوف مارينيت. وفي الطريق بيكلم فلاج وبيقول له انه حاسس ان القط الاسود هو سبب في حزن مارينيت. فبيقول له فلاج انت شكلك نسيت ان انت القط الاسود ولا ايه؟ والبنت المسكينه وقعت في حب البطل الخارق. وبيوصل فعلا ادريان لبيت مارينيت وبيحاول يكلمها لكنها بترفض وبتقول له يسيبها لوحدها، لكنه بيصر انه يتكلم معاها وبيقول لها ان هو كمان محدش قادر يفهمه، والكل فاكر انه مبسوط وسعيد عشان عارض ازياء وصوره موجوده في كل مكان. طب ايه رايك تدينا فرصه نتعرف على بعض اكتر؟ لكنها بترفض وبتقول له انها فاشله في كل حاجه. وبيتعصب ادريان وبيقول لها انه مش مهتم اذا كانت فاشله او ناجحه وانه بيحبها، لكنها بترفض الحب ده وبتقول له انها ما بتحبهوش. فبيزعل ادريان جدا وبيسيبها وبيمشي، وبيكون غضبان وحزين وبيحس بغضبه مونارك، وبيسحب قوة كالكي وبيحولها لأكوما شريرة عشان يبعتها لإدريان. لكنه لما بيعرف انه إدريان بيرفض انه يبعتها لابنه. وبيتكلم فلاج هو وتيكي وبيقول لها اننا لازم نحررهم من الميراكلوس عشان يقدروا يلاقوا الحب الحقيقي، في الوقت اللي بيكون اصحابهم محضرين حفلة كبيرة جدا عشان يحتفلوا برجوعهم لبعض وحبهم لبعض. وبيكون إدريان ومارينيت في البيت وكل واحد فيهم حزين وبيعيط. وبيتصل نينو على إدريان عشان يطمن عليه، لكنه بيرفض يرد عليه. وبترد ناتالي وبتقوله انه تعبان شويه ونايم. وبيوصل مستر اغريست عشان يطمن على إدريان، وبتحذره ناتالي انه يحاول يستخدم ابنه في الشر، فبيطمنها وبيقول لها ان هو مش شرير قوي كده. وبيدخل مستر اغريست لإدريان وبيعرض عليه انه يلبس خاتم الاينس عشان يبقى مطمن عليه، وبيسيبه وبيمشي. لكن إدريان بيقلع الخاتم بعد ما باباه بيمشي. وبنشوف تيكي اللي بتطلب من مارينيت انها تتخلى عن الميراكلوس عشان تكون سعيده في حياتها، في نفس الوقت اللي فلاج بيطلب من إدريان انه يتخلى عن الميراكلوس عشان يكون مبسوط في حياته ويقدر يلاقي حب عمره. وفعلا فلاج بياخد الخاتم من إدريان وبيودعه، وتيكي هي كمان بتاخد الحلق من مارينيت وبتودعها. وبنشوف مونارك اللي اشر من الشيطان نفسه اللي رجع عشان يستغل إدريان بعد ما اداله خاتم الاينس، وبيسحب قوه كالكي وبيحولها لميجا اكوما شريره وبيبعتها لإدريان في الوقت اللي إدريان اتحرر من الميراكلوس وقام بسرعة عشان ياخد دفتر الواجبات بتاع مارينيت عشان يروح لها تاني. وبتوصل لميجا أكوما وما بتلاقيش مشاعر الغضب جوه إدريان، وبيتعصب مونارك وبيفضل يدور على مشاعر سلبية، وبيلاقي كيكو اللي كان غاضب جدا وكمان معاه 5 ألاينس، يعني هتكون فرصة ذهبية. وفي الناحية التانية بنلاقي مارينيت اتحررت هي كمان من الميراكلوس وقامت تعلق صور إدريان في أوضتها. وبيدخل عليها إدريان وبيقول لها أصل نسيت أديكي دفتر الواجبات، فبتعتذر له مارينيت على اللي قالته وبتعترف له بحبها. وبنشوف فلاج اللي اختار زوي أخت كلوي تكون ملكة جديدة ليه. أما تيكي فبتروح لإيليا وبتقول لها إنها خدت من مارينيت الميراكلوس عشان تقدر تعيش قصة حبها مع إدريان، وإنها اختارتها هي عشان تكون هي الملكة الجديدة ليها. فبتقبل أليا بالمهمة عشان صاحبتها تعيش مبسوطة وسعيدة. وبنشوف كيكو الوحش الجديد اللي صنعه مونارك وهو عمال يدمر في المدينة كلها. وبتوصل سكارابيلا والقطة السوداء، وبتكون مارينيت وإدريان واقفين بيتفرجوا، وبيطمنها إدريان إن سكارابيلا والقطة السوداء هيقدروا يحموا باريس. وبنشوف كيكو وهو بيهجم على سكارابيلا والقطة السوداء، وبترمي سكارابيلا اليويو على إيد كيكو لكنه بيرميها بعيد. وبتجري القطة السوداء وبتحاول تهجم عليه لكنه بيدخل في بوابة وبيتنقل وبيوقعها، وبتمسكها سكارابيلا بسرعة. وبتستخدم القطة السوداء القططية عشان تدمر الدرع الحماية اللي على راس كيكو، لكنها ما بتقدرش تدمر الدرع ده. وبنشوف مونارك اللي بيسحب قوة مونو وبيحولها لكيكو وهي قوة التعدد، وفعلا كيكو بيعمل من نفسه كذا نسخة. وبتستخدم سكارابيلا تعويذة الحظ وبتنزل لها بطانية، وبتاخدها القطة السوداء وبتطلع تجري. وبتطلع سكارابيلا عشان تشتت انتباه كيكو ليها، وبتفضل تستفز فيه وبتقول له انها لوحدها هتقدر عليهم هما التلاتة. وبيطلق عليها كيكو القبضة المدمرة، وبتطلع تجري سكارابيلا. وبتروح القطة السوداء وبتملى البطانية اللي نزلت من تعويذة الحظ بالطلاق، وبتملاها مية من عربية المطافي، وبتطلع فوق كيكو وبترمي عليه البطانية، فبينزل عليه الطلاق وبيغطي الدرع كله، فبيشيل كيكو الدرع
وبترمي سكارابيلا اليويو على النضارة اللي فيها الأكومة وبتكسره، وبتخرج الأكومة وبتزير سكارابيلا منها الشر، وبيرجع كيكو لطبيعته. وبترمي سكارابيلا البطانية اللي كانت نازلة لها في السما عشان كل حاجة ترجع لطبيعتها. وبتفرح مارينيت وإدريان إن كل حاجة ماشية كويس. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك ما تنسوش اللايك الجميل والمتابعة للصفحة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد عن الدعسوقة والقط الأسود بالمصري. سلام.